السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجل في اللون مازيغني ناخت اللام. هدا غنساول الصرغين نغد كنسمو الزغوال. المهم معليناش. هاد الأخ هذا كان خرج بواحد الفيديو انتقد فيه واحد الشاعر من كبار الشعراء في ساحة أسيس اللي هو عبدو تطا، شاعر نابغة معروف بنظمه للكلام بشخصيته الجريئة. وبلا شك أن جميع الشعراء الأمازيغ خصوصا في فن إيسوياس وفن تنظمت فهم متصفون بالاتزان وبالحكمة وببليغ القول وبفصيح اللسان، باللسان الأمازيغي طبعا يكونون ضابطا لأوزانهم. المهم هذا نقاش آخر. ربما هذا الأخ أو هذا المتنطع راكين غنسيني واليون السوسيتنيت أنك ما تيروك زور تيجن سينوا زبال نغودم طفتين سينوا زبال نغد يمكن نوزاري شي ولا تيغردينا شكون كوني سنزرت ونزاكا متنفر. تمرت نغد ديال المنطق نغد ديال المنهج اللي ستو شكيت غدا او تمازيرت مريكينيخ وريكيسوس المنهجنا اللي تويت سكرنتي دبابن صغيان وكال ديال المجتمع باش وريكي وينسوس هيك من المخ المهم كتطرس المنهجان. ذاك المنهج الاخ العزيز هو منهج سطحي ظاهري، حتى في التعامل ديالهم مع النصوص الشرعيه ياخذون من ظاهر القول فقط لا يغوصون في معانيه. وخير مثال على ذلك انك تطرقت الى ما قاله عبد تطا وقلت ان الرجل منا لا يغار، فكيف تذهب بزوجتك الى وسط يقول فيها الشخص اني سافعل بابنتك ويتحدى لا 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 يرحم ربي وانا يوم زناول يعاود طريق الليقا. ما حدث لعبد تطا وكان في حوار مع علال بالركدة، حتى هو احد الشعراء الكبار وبحضرة اجمع أولئك من اساطير اسيس، وانت لم تخالط هؤلاء القوم ولم تتشبع من فنون اسيس، وهذا ظاهر على لسانك وطريقة كلامك وطريقة حكمك على الكلام. هم كانوا في سجال يتحدثون عن زواج الشباب بالنساء الصغيرات كظاهرة اجتماعية التي يأتي بها أمثالك تحت ذريعة التعدد، لأن صراحة حينما تدافعون عن التعدد فإن جل من يعدد ببنت 18 أو التي لم تتجاوز 20 سنة، ولم أرى قط معددا يعدد بأرملة لها يتامى، وهذا هو المقصد الأصلي من التعدد. المهم تعرضوا لهذه الظاهرة، والناس بالركدة حينيس كي أنت ويا كاميرا مستفوس، بمعنى بكونك أسودان فإنك ستتزوج من أمة سوداء مثلك. فرد عليه القول يغوري ربي سلامته ويغدي لك، ما إذا لم يسلم من الخالق أو يغدي لك. ما معنى أو يغدي لك في اللغة الأمازيغية يا أمازيغي وفي السوسية؟ أرنتيني ولد فلان بمعنى تزوجها على سنة الله ورسوله، وهذا مصطلح عرفي عندنا نحن الأمازيغ، ماشي بمنطق السابي ومنطق نكاح الاستبضاع ومنطق نكاح الجواري الذي ربما تخلل ذهنك فسمعت كلمة الداوي ليك بمعنى أنه بين هذه الطرق، لا، أو ملك اليمين، لا، هو زواج شرعي وهذه لفظة عرفية عندنا. يغوري ربي السلام تاوي غدي ليك أرو غدي سي برباشنا اللي ضلالين، وأبرباش كلمة برباش وقالوا للرجل الذي يكون والده أسود اللون وأمه بيضاء اللون تمازيغت دو سقو يغيك لسان التيني، أو العكس، أو يغدي برباشنا اللي ضرالينا تربو تسقو يتزرت لخدمت نخ، ولا وجود فيها لكلمة عيب أبدا أبدا، لأنه عيره فرد الاعتبار، وهذا من شعر الهجاء على الأقل. حتى غدي وربي راكي وقايون كيسن كيسن تكرا اللعيب او يرحم ربي غيسم ضالا لي شبيلي اللي ياسنان ريسوال في الغلمان ان يسوى فيه 3 خصال ترغب. اكسنت كرات الخصالين انا واللي فات سوالت كيه شكون الشعر اللي دوين ولا يدار عاود. ان يسوى فيه 3 خصال ترغب، لا يخشى الطمط ولا يشتكي الحمل وعن عيني لا يحجب. المهم ده من بين الشعر الماجي الذي تفنن فيه العرب. دورت تا ايواش انت ما زرت، لا تنسى يا ابن الوطن وابن الهوية، رغم ان ما تشدقت به لا ينم عن عكس هذا، انك ما إيسوياس تنظمت سلك من كران تبراتين
عجزت المنابر أن توصل مثلها، عجزت المنابر أن توصل مثلها. ما يناقش في أسيس تناقش فيه ظاهرة اجتماعية، فلسفات كلامية بالترميز، مشاكل سياسية ومشاكل دينية. الذي يرعبكم اللي هو عصيد مثلا، الذي كلما ذكر هذا الاسم كشرتم عن نيابكم. عصيد كان ربما في واحد الحوار في تمانرت، هذا العبد هذا الذي قلت عنه عبد ورميته بأشنع الصفات فقط لأنك إنسان مسطح الفهم ومستلب الفكر لم تفهم كلامه، قد وقف ندا لند مع عصيد الذي لا تقدر أن تعلم مواجهته ولا أمثالك. لماذا؟ لأنكم لا تتمكنون، ليس لضعف المناهج الدينية، بالعكس المناهج الدينية والفقهية هذه فيها ما يتقال، ولكنكم ضعاف العقول وأدواتكم ضعيفة. والمنطق الذي تكلمت فيه منطق كبر. وهنا سأتحفك بقصيدة لمولاي علي شهاب في قصيدة أمازيغية قال: صحانيا ميت في كتار ربي الصح تموت جملت، ميدان الدنيا ترادي تفك غلي-خرت، لكبرية ربك يتقاوج بنتاس، إما بنادم لولا نغواكا لرسر تقولون، زرا درار ندرن زرا درار ندرن ارتكابرنا اللي غيرات توي، كيناز زيد فلانا في اللود ملكي بغي حرم، لكي بغي زرا مولانا غلب حرياز ناسن، يا نفلي اللي سيسوتي إنيري فين غانخ، يسي كابرو غوليد يكاد فلاس، يقيد رجال تفكا الله حرامي زريتيس، إني يسداخ الشورى بنادم توقيت ما غاكي إلا الخير، عرفوش كيتزالنا في اللوامان هاتو كان في اللي درد سكالار الغيس، غورا تقلي اختيزي إغاسي حوليان، غورا تقلي اختيزي غاسي حوليان، أيان ميت مزيل بلغتي مقرو دار مقارو ريس بيض يرتعمر غلان، كان كاوني جران ولا كني النساء غادي بين ختنا قلتي له حس كال وتيوسني ما داغنو لا تفي وين فكي غاي كلمي عادي صحاني خارنيت تسكيلت ابرزوز زين اللي نيتي لوح تيمن وين وما تبقاوش تدويو بزاف المواضيع الا ما كنتوش متمكنين منها وما كنتيش عشتي واحد القضيه واحط بها علما، ما كاينلاش يا اخ الاسلامي ان تنطق فيها، لانك حرفت كلام الشاعر وأخرجته عن نطاقه وحملته ما لا يحتمل، والمسألة هجاء بين شاعرين لا أقل ولا أكثر، وأقصى ما يقال في الشعر وحكمه أنه مباح، الشعر مباح تعرض له الأحكام الخمسة، قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون مندوبا وقد يكون فرضا إذا ادعت مقاصد الشريعة ذلك، فإن تكلمت فتكلم عن علم ودع عنك صفصطة الغوغائيين فإنها لا تجدي مع نقاش الهوية شيئا. تحياتي تمنسي وين.